كل شيء حياتك حتصير انت واحد ثاني. بعد ورد تكرار سورة البقرة حتصير شخص ثاني. بس أنا أحذر ثم أحذر ثم أحذر، لا تبدأ بهذا البرنامج القوي العجيب وأنت ما بدأت في الاستغفار، أو ما بدأت في تكرار في التلاوات أو الختمات المتتالية لكتاب الله. لابد الشخص اللي يبدأ بالاستغفار 30,000 استغفار أو أكثر يوميا، استغفر الله العظيم بصيغة استغفر الله العظيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 30,000 استغفار، ما تاخذ منك 3 ساعات يمكن أو أقل. بعدها لما ربنا ييسر لك أنت الاستغفار ويصير عندك هدوء وسكينة، بعد كده تبدأ ربنا يفتح عليك إن شاء الله بختمات متتالية لكتاب الله. لما أنت تمشي مع الاستغفار والختمات المتتالية لكتاب الله، يعني تبدأ من سورة الفاتحة لين سورة الناس، تختم في 6 أيام، في 7 أيام، في شهر، براحتك. المهم مع الاستغفار، مع أذكار الصباح والمساء، مع الاستحمام بالماء البارد، مع استحمام الماء البارد قبل النوم وبعد الاستيقاظ ضروري. ليش أنا بقول كده؟ لأنه في ناس عندهم إصابات، ودهن زيت الزيتون المسك بعد ما تستحم بالماء البارد قبل النوم. هذا البرنامج كله قبل ما تبدأ تقرأ سورة البقرة، لأنك أنت لو ما بدأت هذا البرنامج كله بدأت تقرأ سورة البقرة ما حتستمر في سورة البقرة أشهر، يمكن يوم يومين تتركها. فعشان يكون عندك استمرارية لازم يكون عندك بنزين ووقود يساعدك، اللي هو الاستغفار. إيش النتائج من الاستغفار وختمات مثل من كتاب الله؟ هدوء وطمأنينة وانشراح صدر ونشاط للعبادة وتركيز وخشوع في الصلاة. فبعد كده حيصير عندك هجران للذنوب. بعدين في نقطة اللي هي أذكار الصباح والمساء، ضروري 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 ما نتركها في أي حال من الأحوال. بعد هذا البرنامج كله أنت حتكون شخص آخر، نسختك الجديدة المشرقة النورانية اللي متصلة بخالقها حتظهر في حياتك، وحيكون في نقلات يعني حقيقية في حياتك بطريقة ما تتصور، من غير تعب وجهد وسعي وكورسات وروحات وجيات. أبدأ في هذا البرنامج، أشوف العجب والعجاب اللي حيصير في حياتك. بارك الله فيكم.